الثانية بيترشح لمنتخب عربي في كأس العالم الحالية. المنتخب المغربي في الدور الثاني وفي صدارة المجموعة مع المنتخب الكرواتي، وينتظر منافسه في الدور الثمن النهائي بين اسبانيا، المانيا، كوستاريكا واليابان. الاربعة ينجموا يترشحوا للدور الثاني. يحضر معنا فيصل شعبان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا طارق. الاستاذ انس بن مالك، اهلا وسهلا. طارق شكرا. صحيح منتخب عربي وعاطفيا يهم برشا، لكن اهم حاجه منتخب افريقي. منتخب افريقيا لانه تحديد نتائج الفرق حسب القارات اللي ترشحوا عليها مهم جدا. فهمتني؟ السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمناكم صادقين بألف خير وسلام، ونتمناكم في أفضل حالكم. فيديو جديد كيف ما شاهدتوا في الانترو يستحق المشاهدة، ففيديو رائع ورائع جدا أيها الأصدقاء. باش ما نطورش عليكم الأصدقاء، نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقوا إن شاء الله في النهاية. أول حكم قبل كل شيء مبروك للمغرب تأهله للدور الثاني ولثمن النهائي بعد فوزه اليوم على كندا بهدفين. وكرواتيا كذلك تترشح في المرتبة الثانية انتهاء المقابلة بالتعادل وانسحاب بلجيكا. دونك ترشح المنتخب المغربي 2-1 ضد كندا، سير بلجيكا وكرواتيا، ثنائية نصيري وحكيم زياش تخلي المنتخب المغربي في الصدارة وفي الدور الثاني في مجموعة ماهيش سهلة على الورق. كانت المفروض على الورق يمكن المغرب، وانا قلت المغرب مسكينة جاية مع كرواتيا وبلجيكا لكأس العالم الثاني على التوالي، وتظلمت في كأس العالم اللي فات. كنت تفكر تروح اسبانيا والفار واللاعب المغرب نسيته اللي مشى للفار وقتها وعمل لك اللقطة بيديه للفار. دونك المغرب في الدور الثاني. اسبانيا قد تكون في المرتبة الأولى، يمكن ما تتيحش معاها المغرب، يمكن ألمانيا، يمكن جابون، يمكن كوستاريكا. انت بظهرها يا انا نتصور يا المانيا يا اليابان. انا اتوقع باش ترشح اسبانيا والمانيا. المانيا باش تربح، المانيا باش تربح. اما هل اسبانيا ستحترم الميثاق الرياضي وتخلي المانيا تترشح وتلعب الكرة للكرة والا تمكن من اليابان معناتها من اقتلاع نقطة على الاقل؟ ما نتصورهاش تلعب بالنار، لانه تنجم هكا ولا هكا. اسبانيا لا، اسبانيا 6 نقاط تخسر ما ورابحه بسكورات. عندها 4 نقاط اسبانيا، عملت تعادل. عندها 4 نقاط. نيلي رشحها الاولى، تخسر ترشح تنجم ما ترشحش في المرتبة يا ما نيلي رشحها. ان شاء الله ما ياخذوش يلعبوا الكرة للكرة. نحب انا هكا الفرق الكبيرة للمتعة معناتها، فهمتي؟ يقعدوا الكل وما نعرفش حسبتهم زيد انه المغرب وقتها لا ما ترشح الثاني، بالك في مخهم المغرب اسهل زاد. نجم في مخهم انه المغرب اسهل. لا ما عادش، بالعكس ما عادش يقابلوها. كان عاودوا قابلوها وقتاش باش يقابلوها في النهائي. لا نحكي لك على المجموعه نتاع بعد اللي باش يجي الثاني، هو باش يلعب المغرب. اسبانيا ما عادش تقابل المانيا، ما عادش تقابل المانيا، متفاهمين. بالعكس يساعدها تخلي المانيا كيب كبيره تخرج لها واحد خير من ترشح لها جابون. المنتخب يحسب. دونك المنتخب يعمل حساباته، ونشوفوا بعد المنتخب المغربي مع شكون باش يكون. مبروك للمنتخب المغربي اللي تمكن من الترشح للدور الثاني للمره الثانيه في تاريخه بعد مونديال 86 في المكسيك، ومتصدر مجموعته. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الكندي 2-1. في المقابل منتخب كرواتيا تعادل مع منتخب بلجيكا 0-0، ويصعد للدور القادم كل من المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. نعطيكم الترتيب بتاع المجموعة هذه. المنتخب المغربي في المرتبة الأولى ب7 نقاط وترشح للدور الثاني دور 16، والمنتخب الكرواتي في المرتبة الثانية وترشح كذلك للدور السادس عشر. المنتخب البلجيكي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، والمنتخب الكندي في المرتبة الأخيرة برصيد 0 من النقاط. نحكيو شوية على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي معروف بعد معناتها بعدد النجوم اللي عنده في الفريق. ونحكيو على المدربين اللي كانوا يدربوا المنتخب المغربي بخلاف وليد الركراكي المغربي الجنسية. واقترن نجاح المنتخب المغربي مع المدربين الأجانب، ابرزهم الروماني جورج ماداريسكو اللي قاد أسود الأطلس
لإنجاز القاري الوحيد كان وكأس افريقيا عام 76، وكذلك البرازيلي جوزي ماريا اللي كان وراء تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني في مونديال 86، وكذلك المغربي الفرنسي الراحل أونري ميشيل اللي كان درب أسود الأطلس في مونديال فرنسا 98، ومواطنه هيرفي رونار اللي درب المنتخب المغربي في المونديال اللي فات في روسيا 2018. المنتخب المغربي يملك في رصيده عدد كبير من اللاعبيه الكبار في الجيل هذا، ويلعبوا في كبرى الدوريات الأوروبية، على غرار الحارس ياسين بونو حارس منتخب حارس مرمى فريق اشبيلية الإسباني، وزميله في نفس الفريق يوسف ناصيري، أشرف حكيمي كذلك أشرف حكيمي مدرب البي اس جي، حكيم زياش متوسط مدينة تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني، سفيان بوفال اللي مهاجم أنجيل الفرنسي، منير الحدادي مهاجم ختافي الإسباني وغيرهم. وكذلك حسب التقرير المركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا فإنه المغربي أشرف حكيمي موجود ضمن أغلى 100 لاعب في العالم، وجاء في المركز 36 بقيمة 75.2 مليون يورو. ثانية بيترشح لمنتخب عربي في كأس العالم الحالية المنتخب المغربي في الدور الثاني وفي صدارة المجموعة مع المنتخب الكرواتي، وينتظر منافسه في الدور الثمانيني بين اسبانيا المانيا كوستاريكا واليابان، الاربعة ينجموا يترشحوا للدور الثاني. يحضر معنا فيصل شعبان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا طارق. الاستاذ انس بن مالك، اهلا وسهلا. طارق شكرا. صحيح منتخب عربي وعاطفيا يهم برشا، لكن اهم حاجة منتخب افريقي. منتخب افريقيا لانه تحديد نتائج الفرق حسب القارات اللي ترشحوا عليها مهم جدا. فهمتني؟ يعني تقصد قداش من منتخب يمشي الكوب دي موند مثلا يحسنوا لك في كي كانت تتبدل، كان يزيدوا انت والاداء كما عملت تونس 78، كما عملت تونس 78، كما زاد صار وقت اللي زادوا من 24 32 فريق، زادوا زوز من افريقيا واحد برك من اسيا، على خاطر نتائج المنتخبات الافريقيه اللي كانوا قد هي الاسيويه خير من الاسيويه. دونك مهم جدا كان يمشيوا زوز 3 منتخبات افريقيه للدور الثمانيني، واحد منهم يوصل نصف نهائي ولا زوز للربع النهائي، يكون معناتها ان بونيوس للقاره على حساب قاره اخرى. اما في بالي كاس العالم الجاي 48 منتخب، 9 من افريقيا، في بالي 9 من افريقيا في كاس العالم الجاي. مازال ماهوش مش مضبوط عدد المنتخبات صحيح، اما مازال محدد. هذاك علاش قلت لك مهم نتائج المنتخبات. توريد استراليا محسوب على اسيا، صحيح تلعب ديجا الملحق مع منتخب اسيا. يحضر معنا الاعلامي الرياضي زياد سالمي، اهلا وسهلا. عايشك يا طارق. كيف ما شاهدتوا معنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاصدقاء، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات. ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا زر الجرس، اشتركوا معنا في القناه من اجل انه يوصلكم كل المستجدات ديال قناه موروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم الاصدقاء، نتلاقاو في فيديو اخر بعنوان اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.